ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني. ايه الاخبار؟ كابتن ميدو طلع علينا امبارح او اول امبارح كده، مش عارف ايه اللي وقته ولا ايه المغزى منها، بس هنشرحها مع بعض. طلع قال اتكلم في ان اخر 5 سنين لكلا الفريقين الاهلي والزمالك، كل فريق صرف في الخمس سنين الاخيره دول على الصفقات مبالغ معينه. اتكلم ان الاهلي صارف 905 مليون جنيه، والزمالك من الناحيه الثانيه صارف 455 مليون جنيه، يعني ما يعادل ان الاهلي ضعف الزمالك، وفي الاخر ان الزمالك خد 8 بطولات والاهلي خد 11 بطوله. قبل ما نتكلم في التفاصيل دي يا كابتن ميدو، حضرتك جبت الارقام دي منين والكلام ده؟ بس هنفهم حضرتك حاجه. حضرتك نسيت تتكلم في نقطه مهمه جدا 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 بقى، ان حضرتك اي بيزنس يدار او اي شركه او اي نادي او اي مصنع او اي، حضرتك اكيد عندك بيزنس، عامل لنفسك مشروع، عامل شركه، عامل ايا كان. حضرتك ما اتكلمتش في نقطه ان في حاجه اسمها مصروفات وايرادات. حضرتك اتكلمت ان الاهلي صرف المبالغ دي. طب حضرتك عرفت ان الاهلي جاب كام من المبالغ دي؟ لا. طب حضرتك قلت الزمالك جاب كام من المبالغ دي؟ برضو ما اتكلمتناش في الحاجات دي. طب احنا بس إن قبل اي حاجه يا كابتن ميدو، انا واحد من الناس عارف ان من يوم ما في اول حاجه مصلحتك ثم مصلحتك ثم مصلحتك، بدليل من يوم ما هربت من نادي الزمالك وانت لسه عيل صغير. دي حاجه احنا مش هنتكلم فيها، بس حضرتك عايز توضح دلوقتي المغزى من المقارنه دي، عايز تبين ان الفرق مش كبير. من الفرق بين المصروفات هنا وهنا كبير، بس الفرق البطولات مش كبير. حضرتك بدليل ان حضرتك في اخر 5 سنين اتكلمت ان الزمالك خد 8 وان الاهلي خد 11. بس حضرتك ازاي بتقارن بطولات محليه ببطولات افريقيه؟ الزمالك ما خدش الا بطوله افريقيه واحده يا كابتن ميدو، صح ولا اللي هي 2019 لو حضرتك حاسب السنه دي بتاعه الكونفدراليه؟ خد السوبر الافريقي، يعني بطولتين افريقيتين، الكونفدراليه والسوبر الافريقي. عايز توضح لنا برضه يا كابتن ميدو ان الاداره اشتغلت، مع ان نفس الاداره دي ان انت حضرتك كنت بتتكلم عليها ان الرئيس دوت لا يصلح ومش عارف ايه، وهو رد عليك وكان في جدال كبير قوي ما بينكم ومش عايزين نخش فيه ولا ينفع نتكلم انت قلت ايه ولا هو قال ايه، بس خلينا ساكتين. بس هو ده اللي انت حضرتك عايز تبين بقى دلوقتي ان الاداره كويسه. طب ازاي يا كابتن ميدو هنصدقك ازاي؟ ما انت كده عايز معلش يعني سوري في الكلمه، ولا جماهير الاهلي ولا جماهير الزمالك بقى يضحك كلام الشغل ده. انا معاك ان حضرتك حاسك كده بقالك فتره بتلمح ان انت عايز تبقى رئيس النادي، دي حاجه تعود لحضرتك والجمعيه العموميه بتاعت النادي وجماهير النادي، بس حضرتك ما تحطش الاهلي في النص، يعني ما تلعبش على وتيره الاهلي، خلي الاهلي للاهلي والزمالك للزمالك. ومش كل يوم هنقول نفس الموضوع ده، بنفكر في الاهلي اكتر ما بنفكر في مصلحه فريقنا. ليه يا كابتن ميدو؟ وفي الاخر يا كابتن ميدو عايز توضح لنا ان انت بعد ما صرفت او النادي صرف المبالغ دي، حضرتك خدت البطولات، خدت 8 والاهلي خدت، بس حضرتك برضو زي ما قلت لك في الاول فيديو ما تساويش البطولات دي بالبطولات دي. مش هنتكلم في البطولات الافريقيه والبطولات المحليه، مش هنتكلم، بس خلينا نرجع لاول نقطه اتكلمنا ان البيزنس ليه عوامل غير العوامل وليه طريقه، في حاجه اسمها مصروفات وايرادات، صح ولا انا بتكلم في الغلط؟ حضرتك اكيد اعلم مني واحسن مني ومعاك بيزنس بتديره اكتر، يعني انا ما عنديش بيزنس بديره، بس الواحد عنده عقل بيفكر بيه. حضرتك عندك بيزنس واكيد فاهم اللي انا هقوله ده، ان حضرتك تاني ان المصروفات وفي حاجه اسمها ايرادات. انت اتكلمت في المصروفات، طب ليه ما اتكلمتش في الايرادات؟ تعالى بقى يا كابتن انا اقول لك الاهلي كسب كام البطولات؟ ال11 بطوله اللي حضرتك قلتهم في ال5 سنين دول، خد منهم كام بطوله؟ لا مش هقول لك ال11، بس على الاهلي جناه من نص البطولات ديت افريقيا. تعال نشوف يا كابتن في ال5 سنين اللي حضرتك اتكلمت فيهم دول يا كابتن، بدايه هنحسبها من 2019 20 21 22 و23 اللي احنا فيه. نبدا ب 2019. 2019 الاهلي خرج من صن داونز حتى بالخماسيه اللي حضرتك فاكرها، وخرجنا مش هنقول خد كام، خرجنا ما خدناش فيها فلوس. نيجي على 2020 يا كابتن، في خلال ال4 سنين الاخيره دول بقى يا كابتن الاهلي خد بطوله افريقيا سنتين، 2020 2021 2022 صعد قبل نهائي، صعد نهائي قدام الوداد وخسروا، و2023 اللي احنا فيها دي صعد برضه نهائي وان شاء الله يكسبوا باذن الله. المرتين يا كابتن ميدو بتوع دوري ابطال افريقيا، المره الواحده بناخد 2.5 مليون دولار، ادي كده 5 مليون دولار. كابتن ميدو اللي بياخد دوري الابطال ده بيصعد حاجه اسمها السوبر الافريقي. السوبر الافريقي ده الاهلي خده برده مرتين، لما كسب 20 و21 خد 2، المره الواحده بمليون دولار. خلال السنتين اللي فاتوا دول يا كابتن ميدو الاهلي لعب 3 كاس عالم زي ما حضرتك عارف، عشان بس رحت كاس العالم بتاخد نص مليون دولار. النص مليون دولار دول من غير ما يلعب، يعني لو خد السابع ومشي خسر اول ماتش وخسر هيرجع بالنص مليون دولار. لا في خلال ال3 سنين دول، ال3 مرات دول يا كابتن ميدو الاهلي خد 2 برونزيه
الثالثيه ومره رابع. هنقول بالمليون ونص خد عليهم كمان 2.5 مليون دولار، اللي هو 2 مره مركز ثالث وواحده مركز رابع. يبقى كده خد من كاس العالم في خلال الاربع سنين الثلاث مرات اللي راحهم دول 4 مليون دولار. السنه اللي فاتت خسر افريقيا يا كابتن ميدو، خد 1.5 مليون دولار. السنه دي يا كابتن ميدو زي ما بقول لحضرتك الاهلي ضمن من غير ما يلعب الماتش النهائي مع الوداد، ضمن 2 مليون دولار مكافاه. المكافاه كانت 2.5 دلوقتي بقت 4، والوصيف بياخد 2 مليون دولار. في الاحصائيه اللي حضرتك طلعت بيها دي يا كابتن ميدو اتكلمت ان الاهلي اشترى بنون واشترى بادجي، مع انك ما قلتش باعهم. الاهلي باعهم بمبالغ كبيره بما يعادل 4 مليون دولار برضه. انا بقى مش هتكلم يا كابتن ميدو ان الاهلي خد دوري 2020 ولا خد السوبر المصري مرتين ولا خد كاس مصر مرتين ولا لا، عشان الحاجات دي مش هتكلم فيها، ولا هتكلم حتى العوائد دي يا كابتن ميدو رجعت لنا برعايه قد ايه. الرعايه اللي ونص يا كابتن ميدو. يبقى المفروض يا كابتن ميدو صرفت قد ايه، قول الناس كسبت قد ايه، عشان الواحد حتى يعرف كده وهو بيتفرج على حضرتك يبقى مقتنع من اللي حضرتك بتقوله، عشان نبروز ناس نيجي على شغل ناس تانية يا كابتن ميدو، وحضرتك فاهمني زي ما انا فاهم حضرتك يا كابتن ميدو. في اخر الحسبه يا كابتن ميدو لو الاهلي صارف 905 مليون زي ما حضرتك قلت والارقام اللي حضرتك قولها، انا بقول لحضرتك الاهلي كسب الضعف يا كابتن ميدو. احسبها برضو زي ما حسبت دي، احسب دي، هتلاقي الاهلي داخل في 1.8 مليار من الكور و800 مليون من نفس القصه دي برضو يا كابتن ميدو من البطولات. انا جايب بطولات فرز اول او جايب لعيبه فرز اول علشان تحقق لي بطولات، مش معلش سوري في الكلمه مش محليه بس، انا بلعب على عالميه وبلعب على افريقيه، عشان كده اعرف اتحصل فلوس. انا داخل العب دوري السوبر يا كابتن ميدو، لو كسبته هاخد 11 مليون دولار، وانا بقول لحضرتك انا ممكن تاني اصرف اكتر من 900 دول طالما انا هكسب اكتر منهم. هو ده الكلام العقل وده البيزنس يا كابتن ميدو اللي حضرتك بتشتغل فيه، وحضرتك اكيد فاهمه اكتر مني. تاني اخر حاجه بنتكلم فيها يا كابتن ميدو، لو حضرتك عايز تبقى رئيس النادي يا ريت تشوف حلول للنادي احسن ما تحط الاهلي زي برضو لما كنا بنتكلم امبارح على الكابتن خالد الغندور بيحط الاهلي في جمل مفيده. انت حضرتك اعلامي المفروض طالع على قناه محايده، تبقى محايده يا كابتن ميدو، ما تبينش للراي العام عايز تبروز ناس ما اشتغلتش وناس يعني مش هتكلم عليها، بس حضرتك ما تجيش على حساب ناس علشان ناس تاني. واخر كلامنا السلام عليكم.